ولا خدامين مع اللي عنده الفلوس. حنا ماشي مغاربه. ياك مالك السادس، ها هي المرأة المغربية محمد السادس. ياك مالك المغرب، ياك مالك المغرب، ياك محمد السادس. تفرج فيا كنقتل. ياك البوليس ولاو خدامين مع اللي عنده الفلوس. حنا ماشي مغاربه. ياك مالك المغرب، ياك محمد السادس. حنا ماشي مغاربه. جلس فوق الخرانه. شكون انت؟ شكون انت المالك؟ شكون انت محمد السادس؟ نجلس انا. ياك مالك المغرب، ياك محمد السادس، ياك محمد السادس. يا حكار، انت حكار، انت حكار، انت مالك حكار. إذا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وتحياتي لكم جميعا أينما كنتم. مرحبا بالجميع. كما تعلموا كما ترى مشاهدينا الكرام، بالنسبة هاد هيام خرجت لها بطايطاي كما تروا. صراحة يمكن لها يعني صراحة كان خصها تبعد على جلالة الملك. الملك راه خط أحمر. دابا هي شنو دارت؟ يعني بغات تطلع على مآذن البوس وبغات دير زعما الضجه وهاد الشوشاشه وهاد المهم بغات زعما باش تطلع القناه ديالها. حنا ضروري خصنا نجبدوا مع سيدي الملك، وعاد غادي نطلعوا مع سيدي المشاهدين القناه ديالنا والمتابعين. ولا جلاله الملك راه خط احمر. لا باش يكون في علمك ولا في علم اي واحد في العالم، جلاله الملك راه خط احمر. باش تكونوا عارفين. صراحه يعني واش ما قدكش الدعم ديال التيك توك؟ واش ما قدكش الدعم ديال الفيسبوك وديال اليوتيوب؟ ما قدك والو. هادشي كله زعما صراحه وبديتي واع واع واع، وراه كلشي كيعرف يدير واع واع، ولكن باش توصلي لجلاله الملك صراحه هنا راك خسرتيها. هنا ما كاينش لا يتفق معك هيام. كما تعلموا مشاهدينا الكرام، هذا الفيديو هو ديال هيام، يعني كتهضر على جلاله الملك وصراحه في واحد الحاله هستيريه. واش المهم ما عرفنا شنو بها العالم الله، ولكن جلاله الملك خط احمر. صراحه جلاله الملك خط احمر. راه ماشي غير يجي يهضر على جلاله الملك. الملك كيبقى بعيد من بعيد. ما قدكش التيك توك، ما قدكش الفلوس ديال الفيسبوك. الداعمين من كل ناحيه في العالم، كلشي كيدعمك، الداعمين. وزعما صراحه وفي التالي بقيتي كتقولي لا انا ما عنديش، لا انا ما كاداش، لا شنو دار لك جلاله الملك؟ ياك كتخلصي من التيك توك، كتخلصي من الفيسبوك، من اليوتيوب. ايوا حشومه عليك صراحه. راه ماشي اي واحد غير يجي وا 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 باش تطلع القناه ديالك. راه بزاف د المواضيع فيه تهضري، بزاف ديال المواضيع فيه تهضري الخوت. انا غير طالعه كون كتبان لي هي كتهضر. وهذا يعني هادشي علاش انا جيت كنهضر عليها وكنهضر وكنوصل لهذا الميساج. وقال لك راه قبضوها السلطات، يعني البوليس والسلطات يعني راه تحركوا وقبضوها، داروا عليها القبض. نتمنوا من الله عز وجل يكون عليها التخفيف. وصراحه انا ماشي معاها على انها كتسب جلاله الملك، ولكن ماشي ضدها حيت هي في حاله هستيريه. نتمنوا من الله عز وجل حتى شي واحد ما يبقى يحل فمه ويهضر على جلاله الملك ولا على البلاد ديالنا. عندك مشكل فكيه بوحدك، عندك مشكل فكيه مع راسك، ماشي كتدخلي جلاله الملك. الملك اش دار لك؟ ياك الملك بعيد عليك من بعيد. يلا الخوت السلام عليكم. وانتم راكم شفتوا الفيديو كما داير. وهذا الشيء هذا صراحه حنا ما بغينا حتى لشي واحد وما بغيناش تخبط في الحبس، ولكن جلاله الملك راه خط احمر باش يكون في علم اي واحد. الدوخ ولا دير شي مهلويسات ولا شي حاجه، جلاله الملك خليه بعيد عليك. هضري على المصالح ديالك وعلى المشاكل اللي كتخصك. اما باش غير اللي جاي عمر راسو يبقى يهضر على جلاله الملك، واش حسبكم الدنيا سايبه؟ الدنيا فوضى. غير اللي جاي يهضر على جلاله الملك راه ما يمكنش، ما يمكنش. يلا الخوت السلام عليكم. ونتمناو كي مازال كنقولها هذيك هي راه عندها وليدات ويكون عندها شي تخفيف وما تعاودها لا هي ولا غيرها يهضروا على جلاله الملك. اي واحد يهضر على المواضيع اللي كتخصو. الا كنت فقير هضر على انك فقير، كنت لاباس عليك قول انا لاباس عليا. كان عندك شي مشكل حلو غير انت وليداتك ولا انت وعائلتك. وهذا الشيء اللي كاين. والسلام عليكم.